حبايبي بقى بصوا نسمه، بصوا استني ما اقول لهم حطيت ايه. هنا حطيت 3 4 معالق سكر كده، وجبنه سوداني جرشناه، وحطينا جوز الهند. انا ما عنديش زبيب فهحشي بكده اهو بقى القطايف اهي. يلا تيجي يلا بسرعه كتريش عشان ايه ما تقفل. لا يعني ما تخليش الحروف دي ايه. انا اقعد اصورك ولا اقعد انا عارفه. طيب ماشي عارفه هتطلع عيني يا نسمه انا عارفه. بصوا بتفضيها ازاي بقى. يلا يا نسمه خلاص في ايه. النهارده الخميس بقى وايه، وناويين يطلعوا عيني في المطبخ. انا لسه تعبانه وصوتي واجعني ومش قادره والله. وهي مش مبطله يعني من ساعه ما جت قومي اعمليها قومي اعمليها قومي اعمليها، ومصحياني من النوم برضه عشان كده. هي جميله. وريني كده بقى قفلتها حلو. جميله. ايه فكت من هنا. انا هي عامله عشان كانت في التلاجة. هنحطها كده بقى ونعمل غيرها. يعني مش عاجباني. مش عاجباكي، ما احنا هنعملها برضه حبيبتي. يلا ايوه حط شويه كمان. اقفل يلا. خليكي سريعه يا نسمه. تقطع بقى تفرحي. ايه؟ تقطع بقى تفرحي. لا مش هفرح الا يفرحني، اضربك على قفاكي. بس كده. تعالوا بقى انا احشي معاكم. حبايب قلبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ايه نسمه هتعمل لكم القطايف اللي احنا اشتريناها سوا. انا هنا هعمل الشربات الاول، وبعد كده ايه هي هتحشيها. بصوا هحط كوبايتين سكر كده. انا عايزه السكر بتاع القطايف يبقى تقيل عشان القطايف ما تطرش. هحط كوبايتين سكر على كوبايه ميه وهسيبهم على البوتاجاز. وليمونه وعصره ليمونه، وممكن اديها سنه فانيليا. ايه؟ او ملح خل ملح. خلي ملح. طب والنبي انا مش هتكلم اسمه ملح ليمون. ملح ليمون. هولع عليه بقى كده وهسيبه بس هو بقى يعمل مع نفسه. تعالوا بقى كده ايه، انا بقى همسك التليفون عشان هنجيب نسمه بقى. زيش في ايدي. اقفلها من ناحيه كده. ما قلتليش كانت في بالي. هحط كده الحشو. طبعا اللي هحس ان هي مش هتقفل مش هحشيها، لان هم عايزين يعملوها بشوكولاته فهياكلوها كده، او يقلوها بقى وياكلوها من غير حاجه. هو انا مش عارفه هي بايته عند راجل ولا اكيد مش هتبقى صابحه زي اللي بنجيبها في رمضان. بس يلا بقى هي جت عشان بس يبطلوا يقولوا لي ايه هاتلنا تاني. بصوا بقى انا هبتدي احشيها كده اهي. بصوا اقفلها كده حلو. هخلص الكميه وارجع لكم. يعني حبايب قلبي كده بقى ايه هي بتتحمر. انا مستنيه بس تاخد لون شويه كمان. لسه نسقى التليفون في الطاسه وهحطها في الشربات وهطلعها على حاجه. لازم تطلعيها على حاجه زي كده، مش لازم دي يعني مش لازم الصينيه دي على شبكه عشان خاطر تصفي العسل اللي فيها وما تتروش. ماشي كده هتبقى ايه. هنطلعها بس واوريها لكم في الاخر. كده حلو اللون ده. هننزل في الشربات وبعد كده نبقى نصفيه ونطلعها.